السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أجنحة الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، بتتبيلة برضو سهلة عندك، ممكن تعمليها في البيت بأسهل طريقة، ومش يعني ايه، مش هتكلفك حاجة. كل اللي موجود عندك في المطبخ هتعمله منه التتبيلة. عندك بقى الفرخة، حابة تعمليها 8 قطع أو أجنحة. بصراحة أنا جبت الأجنحة ديت وما قطعتهاش، أنا سبتها زي ما هي كده، ما يعني ما شلتش الكتف منها، سبتها زي ما هي بتتبيله قلنا روعه وممتازه جدا. فلفل الوان وبصل وثوم وليمون، دي اروع تتبيله ممكن تعمليها لجميع الفراخ بحالها بصراحه، تتبلي بيها. معايا البهارات بقى، فلفل وكمون والسبع بهارات وشطه وملح ومعلقه كده من الجنزبيل. هجيب بقى كل ده في الخلاط، هخلط البصل والفلفل. لو عندك كبه برضو حط في الكبه عادي، بس انا هضربه في الخلاط عشان يديني ايه، نعومه اكتر، عشان التتبيله تتعمق كده في الاجنحه وفي اللحمه بتاعت الدجاج. يعني عايزه اقول لك من اروع التتبيلات اللي ممكن تعمليها هي التتبيله دي، وسهله جدا ومتوفره عندك. حتى لو ما عندكيش الفلفل الالوان، يعني ممكن بصل وتوم وفلفل اخضر فقط لا غير، قرنين شطه كده خضر او قرن فلفل اخضر. طريقه ممتازه جدا التتبيله دي، تنفع لكله بقى. بعد ما بخلطهم كده في الخلاط، بقوم نازله بقى بالتوابل علشان يعني ايه ما افقدش قيمتها خالص. بخلطهم الاول وبرجع احط التوابل. هنا هنقلبهم بالسباتولا كده على طول، مش لازما يعني اضربهم. لو انت يعني حابه تضربوهم كمان مره خلاص. انا قلبتهم على طول كده مع بعض، وهنزل بقى. طبعا انت كنت غسلت الاجنحه بتاعتك او الفراخ زي ما قلنا، غسلتهم حلو من الزفاره ونقعتيهم لمده ساعتين كده في ملح وخل وليمون، يعني عشان تدي طراوه كده للحمه والانسجه بتاعت الفراخ وانت بتاكليها. المحلول النقع ده ممتاز جدا 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 في الدواجن بالذات يعني. هدبلهم حلو كده مع بعض واسيبهم كده يعني لمدة ساعتين، وكل ما تزيد اكتر كمان، يعني مثلا 3 4 ساعات بتكون احلى. بعد ساعتين بقى التتبيلة ديت حابة انت تعمليها، انا بصراحة كنت هعملها في صينية، اشويها في الصينية كده ادخلها الفرن، أجنحة مشوية، فراخ مشوية، فاهمة؟ التتبيلة بصراحة ممتازة وموفرة، كلنا متوفرة عندنا أجنحة البصل والفلفل والثوم والليمون، كل ده في المطبخ. ده أقل التتبيلات. حابة تحط صلصة حط، حابة اللي متوفر عندك حط، حابة تحط زبادي حط، ماشي. ده بقى ايه، هنجي احنا بقى هنعمل الأجنحة ديت زي كنتاكي كده زي ما بيقولوا يعني. أنا عندي خلطة البانيه، مش دقيق ولا ميه خالص. انا هجيب خلطه البانيه، انا متوفر عندي خلطه البانيه. لو متوفر عندك خلطه البانيه ممتازة جدا جدا جدا. انا بصراحة قلت اما اجربها، وانا بصور قلت اصور بصراحة يعني. فانا كنت هعملها زي ما قلنا، هاخد الاجنحة ديت والورك اللي انا قطعته ده وهعمله في الفرن مشوية. فالاولاد قالوا ايه، اعملها لنا ايه زي كنتاكي كده بالدقيق بمية. فقلت طب انا هجرب كده واعملها بخلطة البانيه. هعمل بقى ايه، هضغط كده الاجنحة، اي زي ما قلنا الاجنحة او قطع الفراخ اللي عندك، وتضغطي كده على القطعة اللي معاكي حلو قوي كده في الدقيق. الدقيق ده عبارة عن بقسماط ومعلقتين من النشا ومعلقتين من الدقيق والبهارات. اي بهارات عندك، فلفل، 7 بهارات ومعلقة من الشطة ومعلقة من الكركم ومعلقة برضو من الملح. دي الخليط. يعني لو انت مش متواجد عندك، انت ممكن تعمليه عندك في البيت يعني. مش متواجد عندك ومش حابه تعمليه، بتشتريه من عند العطار. الكيلو ب40 جنيه، النص كيلو ب20 جنيه. يعني ده اللي موجودين دول تقريبا نص كيلو ب20 جنيه. بس زي ما قلنا انت ممكن تعمليه عندك في البيت. بتضغطي بقى كده على الأجنحة بتاعتك علشان تعمل طبقة حلوة كده مقرمشة على الأجنحة أو الفراخ زي ما قلنا. هجيب كده زي انتوا شايفين اهو. يعني انا حبيت برضو يعني اعمل قطع الفراخ برضو. يعني المفروض انا كنت بصراحة بعمل الكنتاكي ده للاولاد، ما بيبقاش كنتاكي زي المطاعم برضو، بس والله العظيم على الاقل في البيت بيبقى انضف واحلى بكتير. وانت عاملة الحاجة عندك في المطبخ وشايفة الزيت وشايفة طريقة التتبيلة، شايفة كل حاجة قدامك صبحة، مش زي في المطاعم انت ما انت بتبقيش عارفة هو معمول ازاي، وبتاكلي وخلاص.
دبلت هنا كده زي ما انتم شايفين. هحطه بقى كده ايه على الصينيه بتاعتي، واسيبه لمده ساعتين زي ما قلنا برضو، عشان الكفر ده يمسك على الجناح. ما لان طبعا ده مش ميه بدقيق، ميه بتعوصي ميه وتقوم عايصه دقيق، وتعوصي تاني ميه وتقوم منزلها في الزيت، فما بيلحقش يعمل كفر عشان يفك منه. لا، ده هنسيبه لمده ساعتين كده علشان يمسك معايا كويس كده على الاجنحه او الفراخ او دبابيس الفراخ، او زي ما قلنا الفراخ لو حبيت تقطعها ل8 قطع مش شغاله برضو. بس للامانه انا دايما كنت بعمل الفرخه اطيبها الاول نص طياب، وارجع ادبلها، وارجع احط لها الكفر، وارجع احطها في الزيت. المره دي قلت ايه هجرب بقى، ده كنا ناويين للشوي نجربها كده نجربها كنتاجي كده في الزيت. هجيب برضو ليمونة كده واحطها في الزيت. الليمونة ديت منعا بس للزفارة، ومن ناحية تانية برضو ده تقريبا النار مش عايزاها عالية قوي، انا ههدي النار خالص علشان اللحمة تستوي معايا بتاعت الأجنحة ودبابيس الوراك. الليمونة ديت قلنا عشان الزفارة، وعشان ما تحافظ على الطاسة بتاعتي من الحرقان. وهنا كنت عامله طبعا كيلو مكرونه كده فبقلبه. طبعا الاجنحه يعني اي فراخ بصراحه بتليق معاها المكرونه. اي مكرونه بتليق مع الفراخ المشويه، الفراخ اللي في كنتاكي بتليق بصراحه مع اي فراخ، حتى لو فراخ في شوربه المكرونه بتليق مع الفراخ. عملت معاها الكيلو المكرونه اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت الليمونه علشان الليمونه ليه في الميه. يعني حتى ابني كان واقف بيقول لي انت ليه حطيتي ليمونه؟ انا حطيت الليمونه. الليمونه ما بتخليش الطاسه بتاعتك تعمل تتحرق من فوق كده وتحيرك في الغسيل. بتحافظ جدا الليمونه علشان كده بالذات، يعني انا بحطها اصلا علشان كده، مش عشان الزفاره وعشان الريحه كمان، هو اكتر حاجه علشان تحافظ لي على الطاسه بتاعتي. هنا بقى هحط كده. طبعا النار الاول بتبقى عاليه، وبعد كده بتهدي النار خالص، وبراحتك بقى بتسيبيها براحتك خالص. تقريبا 10 دقايق على الجنب ده، و10 دقايق على الجنب التاني. انا سايبه الاجنحه ما قطعتهاش، سايبه الكتف فيها، فبالتالي هتاخد معايا وقت. لكن لو كان الجناح لوحده فقط لا غير ما كانش هياخد، يعني تقريبا من 5 دقايق هنا و5 دقايق هنا وبيكون استوى. لكن هنا في كتف في الجناح انا ما قطعتوش، انا سبته بحاله على اساس قلنا ان احنا كنا هنشوي، مش هعملها كده. انا مهديه النار خالص اهوت، وحطيتها وبسيبها بقى، واروح اعمل شغلانه تانية خالص، بشتغل بقى في شغلانه براحتي ما بقفش جنبها. خلاص اهيت، هي بدأت، حسيت ان هي بدأت تاخد اهوت اللون من تحت، وبدأت تستوي. يعني بدأت بقى بحذر بقى، انا كنت بصراحة بقلب وماسكة التليفون بايدي، لان بنتي كانت راحت الدرس، فما كنتش عارفة اقلب يعني اتحكم براحتي. يعني انا كنت باصة في التليفون، عايزة اقول لكم ان انا كنت باصة في التليفون في الوقت ده، مش باصة في الطاسة، بقلب كده وانا باصة في التليفون اشوف انا بقلب ازاي. لكن لما يكون حد بصراحة بيصورك بتبقي مرتاحة، وتمسكي وتقلبي براحتك، تطلعي براحتك، بتبقى حلوة قوي، بتساعد كمان في الوصفة تطلع معاكي ناجحة كمان. لكن ما كنتش عارفة اتحكم بصراحة وانا بقلب في الاجنحة كده. بس بصراحة شايفين لونه حلو، وكفر متماسك على هوت، ما فكش ولا حاجة اهو. بالرغم ان انا يعني لو يعني حاجة بسيطة فكت اهيت، عشان انا بس كنت ماسكة التليفون بايد وبصور وبقلب بالايد التانية. هنا بقى انا بصراحة كنت جالي ناس وقعدت معاهم، والاولاد طلعوا المقلب من الطاسة واتغدوا بيه، وانا كنت قاعدة فما قدرتش. فقالوا كده كده ماما لسه في على الصينية كتير، تبقى تحمر براحتها وتعمل. ده كان الدور التاني. ده كان الدور التاني بعد فترة كمان. يعني انا عايزة اقول لكم ان انا قليت على مراحل عشان يبقى سخن. يعني مثلا كل ما حد، لا عندنا الاولاد بقى المدارس والدروس فتحت، كل ما يبقى في حد جاي تعملوا له يبقى سخن كده. فده كان سخن خالص، يعني كان لسه طالع. لكن الدور الاولاني للامانه الاولاد كانوا اتغدوا بيه وما جاش في التصوير. ده كان فيديو النهارده كده، يا رب يكون نال اعجابكم وطلعتوا منه واستفدتوا منه ولو بمعلومه صغيره. وما تتوقفيش على اي حاجه خالص قدامك، اي اقل الامكانيات عندك في المطبخ ممكن تعمليها. اللي في على الصينيه ده انا كنت مطلعه يعني ايه اللي بيتحروق واللي بينزل في الطاسه كده كده كنت بطلعه عادي خالص. بتطلعيه والكفر شايفين كل حاجه زي ما هي متماسكه. وزي ما قلنا ده كمان تاني دور مش اول دور.
يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.